هلو شوجر. خلينا نتكلم على موضوع مهم قوي. هقول لكم رأيي فيه، حابين تعملوا ايه اهلا وسهلا، مش حابين على راسي من فوق. طيب، الموضوع هو ايه؟ ان الشباب بيواجهها مشكلة في الشغل. سببها ايه؟ سببها ان انت ما بتحبش تطور من نفسك، تنمي مهاراتك. اللي هو انا حصلت على الجامعة، شهادة الجامعة، واخدت كام كورس اونلاين وخلصت، واروح مثلا اي شركه هاخد مرتب بقى كبير وخلاص. طب ما هي الشركه دي مش هتديك المرتب ده غير لما يكون من وراك شغل، صح؟ الحدايه مش هتحدف كتاكيت، دي حاجه. تعالى نفكر برضو من زاويه تانية. انت بتخرج بتبقى متخيل انك هتبقى صاحب شركه بقى او هتبقى سي او. يا سيدي، على عيني وعلى راسي، نتيجه انك اتفرجت على كام فيديو على اليوتيوب ان هو بيقولك كيف تصبح مليونير في شهر او في شهرين او في 3 شهور ايا كان، او فيديوهات تنميه بشريه. معلش يعني، مع احترامي، ده هري. هو اصلا ما اصبحش مليونير. لو كان اصبح مليونير مش هيديك كورس ب1000 ولا ب2000، صح ولا لا؟ الموضوع محتاج وقت، وقت انك تكتسب فيه خبره، محتاج خبره في المجال ده، محتاج انك تشتغل بايدك. كلنا بنبقى عارفين نقط الضعف اللي احنا بسببها بنترفض في اي انترفيو، مثلا وليكن انجلش. عارف انك انت ضعيف فيه، وعارف انك المفروض تشتغل عليه، بس انت مكسل. زي لما بتيجي تشترك كده في جيم وتقول ايه، انا هروح مره وبعدين تروح مره تاني وبعدين ما تكملش. الاستمراريه يا جماعه، الاستمراريه ان احنا نكمل حاجه احنا نفسنا نحققها، لازم نكمل. طيب، نصيحه مني ليكم بجد. الفتره الجايه لو انت ما اشتغلتش على نفسك هتلاقي فيه غيرك سبقك واشتغل على نفسه وطور من نفسه وسبقك. السوق محتاج حد عنده تالنت حرفيا. فلو حد بقى عنده تالنت غيرك فبالتالي هيسبقك، وانت هتفضل محلك سر، وتحس ان انت الوقت او السجاده بتتسحب من تحت رجليك من غير ما تحس. فانا جاي انبهك، جاي اقولك في لمبه حمراء هنا نورت، خد بالك، طور من نفسك وما تقفش عن تطوير نفسك. طور، كل ما تطور كل ما هتبقى احسن، كل ما هتحس ان انت، على فكره، مدارجك، الادراك عندك بيختلف بكل حاجه. على فكره، كل ما بتطور من حاجه هتلاقي نورت في حته تانية، بقيت احسن في حته تانية. السعي هتاخد نتيجته، فما تقفش. شكرا.